كل ما تكون خايف من حاجه لا تحصل قل ايه؟ قل انا مش شارد في الكون لوحدي، ده انا ليا رب اللي ما اقدرش عليه هو يقدر عليه. ادي واوي الى ركن ايه شديد له اله. السلام عليكم، ازيكم يا حلوين؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير يا حفيدات عائشة. اخباركم ايه؟ طمنوني كده عليكم في التعليقات. عاملين ايه في الجو ده؟ جو شوية حر، جو شوية ساقعة، وحاجة كده مش مظبوطة خالص. وكمان ايه، بداية امتحانات كده، فربنا يوفق اولادنا جميعا كده في امتحانات الشهر. ربنا كده يعني ينجحهم جميعا ويفرحنا بيهم، اللهم امين. روتين كده النهاردة مليان شغل وطاقة إيجابية وطاقة كمان كده وبار. إن شاء الله بعد الفيديو هتقوم تخلصي كل اللي وراكي. تعالوا كده نسمي الله ونصلي على الرسول. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. وقلت بقى أما أعمل لي فطار كده في اللذيذ، يعني سهل كده وسريع. بعد ما وصلت تلا وأحمد المدرسة، قلت بصراحة يعني عايزة أفطر حاجة كده في السريع، فجبت لي فطيرة وعملت جنبها كوبايه شاي وحته جبنه قديمه، واللهم لك الحمد ولك الشكر. فطرت وقلت بقى ايه، اشوف اللي ورا. فالنهارده ان شاء الله كده هنعمل الغدوايه الجميله دي، الكابوريا. بصوا هعملها كابوريا كده محشيه بالمرتة، وهنحطها على الرز كده، يعني اللي هي المدفونه. بتبقى يا بنات اسمها يعني ايه، الكابوريا المدفونه، فاهمين؟ عشان بتبقى في الرز وكده. فتعالوا كده نسمي الله ونشوف هنعمل ايه. اول حاجه هنبتدي بيها كده ان احنا نغسلها غسله كويسه جدا 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 وتحت الميه كده، وبعد كده هناخد واحده واحده كده ونغسلها تحت الميه. وطبعا الشوائب والحاجات اللي فيها دي كلها كده تنزل معانا. فبفتح كمان ظهرها بالشكل ده. وكمان بيبقى فيه بنات في الكابوريايه من جوه كده حاجه عامله زي الاسفنج كده، فبنشيلها برضو، وبنشيل كل حاجة كده، يعني ايه شكلها كمان مش لطيف، عينيها مثلا بنشيلها. بصوا بنشيل كل حاجة كده وبننضفها حلوة قوي. فزي ما انتوا شايفين كده غسلتها كلها بالمنظر ده، وخليتها نضيفة معايا جدا جدا. بعد كده جبت كام بصلاية حلوين كده وهنزل عليهم بالتوابل، هكتبها لكم. فرمتها في الكبة فرم اللي هو ايه، مش ناعم، خشنة شوية. التوابل ايه معايا، معلقة صغيرة من البابريكا والثوم البودرة والبصل البودرة والفلفل الاسود، ومعايا كمان هنظبط برضو الملح، وكمان معلقة كبيرة من الكمون، ورشة من السكر عشان بتديها تست حلو كده للبصلة. وبعد كده بنحط كمان معلقة صغيرة من الزعفران، طبعا بيديها كده ريحة حلوة قوي قوي. لو مش متوفرة ومش موجودة عندك فمش مشكلة خالص، هي بصوا البصلة لوحدها مع شوية التوابل دول هيقوموا بالواجب كمان، بس برضو بتديها تست حلوة قوي قوي. بعد كده يا بنات اخدت بقى الكابوريا وحشيتها زي ما انتوا شايفين كده، وجبت الخيط لفيته كده شوية حلوين عليها علشان ما تتفكش وتبقى ماسكة نفسها كده. قفلت معانا كويس قوي كده. بعد كده كنت زي ما شفتوا شلت بقى الرجول في البداية خالص. اخدت برضو شوية البصل الباقيين حطيتهم على ايه بقى، على الرجول والحاجات بتاعتها الباقية. بعد كده رفعتها على النار لغاية ما استوت معايا مع شوية زيت. وحطيت شوية حلوين كده من المية وسبتها مع نفسها لغاية بقى ما تنزل الطعم بتاعها القمر ده في الشوربة دي. فالشوربة دي هناخدها كده بعد ما تستوي معانا الكابوريا، هنشيلها ونسيب الشوربة دي نحط فيها ايه بقى، الرز. فهتدينا طعم للرز خطير. بعد كده اخدت بقى الكابوريا وظبطت طبعا الملح مع الرز وكده. بعد كده حطيت فيها ايه بقى، الكابوريا زي ما انتوا شفتوا، بس طبعا الرجول والحاجات بتاعتها ديت سبتها على جنب. هغطي كده عليها وهسيبها بقى لغايه ما الرز يتشرب، وبعد كده هوطي عليها خالص لغايه ما الرز يستوي كده معانا. تمام، فخلاص كده خلصنا كده الغدا، اللهم لك الحمد ولك الشكر. تعالوا بقى، انا كنت نقعه غله كده من بالليل
وصحيت الصبح غسلتها كده تحت المية غسلة كويسة، وبعد كده حطيتها على البوتاجاز مع شوية مية حلوين، اخدت غلوتين وكبيت المية بتاعتها دي بتاعت التراب والكلام ده كله، وغسلتها غسلة كده سريعة. بعد كده حطيتها تاني على البوتاجاز وحطيت معاها مية كتيرة بقى كده لغاية ما تستوي معانا، وظبطت كمان السكر، وبس كده هسيبها بقى براحتها كده لغاية ما تستوي خالص. وبعد ما كانت استوت كده يا بنات سبت كده يعني ايه شوية مية من بتوع الغلة دولت زي ما انتوا شايفين، يعني مخلتهاش تنشف خالص من المية، لا انا سبت فيها كده حاجة بسيطة كده من المية بتاعتها. بعد كده نزلت عليها باللبن زي ما انتوا شايفين كده. بس بعد كده جبت ربع كوباية من المية، هنزل عليها ب3 معالق كبار من الكاستر، هقلبهم كويس بالشكل ده. بعد كده هضيفهم على البليلة، وبعد ما القوام تقل معايا كده شوية اخر حاجة هضيفها مكعبين كده من الزبدة في طاسة كده، وبعد كده حمر بقى شوية حلوين كده من الجوز الهند الناعم زي ما انتوا شايفين كده، اخد اللون الذهبي الجميل ده. هنزل على البليلة بالكلام الجميل ده كله، وهديها تقليبة حلوة قوي قوي وبألف هنا وعافية. بصوا بتدي طعم حلو قوي قوي وبتبقى خطيرة. وكده تكون خلصت معايا وتكون جاهزة. طيب بعد كده يا بنات اجا وقت الغدا، وبقى معايا الغدا بالشكل ده. غرفت كده الرز بالشكل الجميل دوت واخد لون حلو قوي قوي، وكانت الكابوريا معايا بالشكل الجميل ده، وعملت سلطة وبس. يعني اللهم لك الحمد ولك الشكر، ربنا يديمها علينا نعمة كده ويحفظها من الزوال، اللهم امين. وبعد الغدا كده بشوية يا بنات قلت بقى ايه اعمل روتين كده مسائي، بحيث ان انا الم الدنيا كده ويكون على بالليل الدنيا رايقة وهادية والبيت يكون نظيف. تاني يوم الصبح يعني هتكون حاجات بسيطة جدا جدا الحاجات اللي هتتعمل، وهصحى ان شاء الله باذن الله. يعني لو هبقى من اصحاب الدنيا يعني هبقى البيت هيبقى رايق كده ونضيف وبس يعني. وماما بقى تيجي كده ونقعد مع بعض، وما نضيعش الوقت بقى في الترويق والكلام ده كله، وابقى معاها وبس، واكون كده ظبطت اوضه الاطفال في السريع وخلصت معايا. وزي ما انتوا شايفين كده غرفة المعيشة اللي فيها التنطيط واللعب كله بالمنظر ده كده، واحمد هنا كده بيساعدني، المفروض يعني ان هو بيساعدني وكده. فانا قلت ايه ان انا هنفض السرير وهعمل شوية حاجات وكده، فهو بقى بيفضي السرير وعلشان ننفضه. طيب هنا كده بنات انا كنت شغالة على المكنة، يعني كنت بفصل طقم كده للسرير الكبير، ان شاء الله لما اخلصه هوريه لكم. فلما روق الأوضة كده وظبطها ان شاء الله اكمل بقية اللي انا كنت بعمله، فهوريكم كده الأوضة قبل وبعد علشان تقومي تتنشطي معايا كده وتظبطي حاجتك. ولو في حاجة وراكي كده تقومي على طول تعمليها، فنستعين بالله كده ونظبط برضو الدنيا هنا في الأوضة علشان الدنيا تبقى رايقة، علشان بصراحة كده ايه عايزة اخلصها بسرعة ويعني الموضوع ما ياخدش معايا وقت. نفضت كده يا بنات السرير وفرشته كمان، وبعد كده جبت المكنسة. احمد عمل شوية كده بالمكنسة، بعد كده اخدت منه المكنسة واشتغلت بقى علشان ايه اتأكد ان هي بقت نظيفة معايا. بعد كده جبت المعطر طبعا اخر حاجة كده وظبطتها، وبقت الأوضة معايا بالشكل الجميل ده. اللهم لك الحمد ولك الشكر، اكون كده خلصتها برضو. وهنا كده بلملم برضو في الصالة، اي حاجة مش في مكانها برجعها مكانها، وبشفط كمان كده السجاد اللي في الصالة. واخر حاجة خالص الشرشوبة بشوية المعطر دول وحاجة بسيطة كده من المية، وابتدي امسح كده البلاط اللي بيبقى باين كده. بصوا الحركة دي بتخلي كده المعطر بيبقى باين اكتر، وبتبقى الارض كمان يعني بيبقى فيه ريحة حلوة قوي قوي كده في المكان، بتقعد فترة وكده. وبس كده يا حلوين اكون كده يعني ايه بعمل اخر حاجة كده السيراميك اللي بيبقى باين بديله كده لمعة حلوة، بعطر كده برضو ايه الارضية كمان غير المعطر.
وكنت كمان كان عندي غسيل عايز يتطبق فطبقته، وكده الكوفرتة دي طبقتها وعايزة كده اعينها. واخر حاجة فرشت كده السجادة ديت اللي بتبقى في الطرقة، عشان ما كنتش يعني فرشتها وكده، ففرشتها وبس بقيت معايا بالشكل ده. وجيت هنا على المطبخ كنت غسلة الازايز وسايباها كده تتصفى، وشوية مواعين كده على جنب برضو بيتصفوا. عايزة اقول لكم برضو على الازايز دي، الازازة دي كده بتاعت احمد. عايزة اقول لكم ان النوع ده بنات شكل بس، انما مش عملي خالص، يعني الاتنين في اسبوع واحد بقوا بالمنظر ده. الخامة بتاعتها فبر يا بنات. فبصوا دي كده اتشرخت من تحت من تلا، والتانية وقعت من احمد فاتكسرت بالشكل ده. فهي منظر بس انما مش عملية خالص. فانا حبيت اقول لكم برضو علشان ايه ناخد بالنا من الحتة دي. ولما نجيبه كده نجيب اللي هي الازاز البلاستيك الصحية. بس يا بنات يعني حبيت ان انا اعرفكم. تعالوا بعد كده جبت شوية معطر وحطيت على الرخامة بتاعة المطبخ بالشكل ده. وكنت غسلت كمان يا بنات في السريع كده البوتاجاز، وبلمع كده في السريع الرخامة، تديها كده لمعة حلوة وتبقى نظيفة معايا، وكمان الريحة تبقى جميلة كده ومفحفحة في المطبخ. بس كده وشوية المعطر، ويا سلام يا سلام على الروقان. اللهم لك الحمد ولك الشكر للمرحلة دي. بس فطفيت كده النور بتاع المطبخ وسبت معايا النور ده كده الهادي، بحبه جدا جدا. ولما ببقى يعني في بنوتة بعتتلي بحب قوي لما اروق وبالذات المطبخ ابقى رايحة وجاية كده بص عليه كده وببقى فرحانة ومنشكحة. عايزة اقول لها ان مش لوحدك، احنا بتهيالي كلنا كده لما بنبقى حاطين بصمتنا في حتة ويعني مروقين المكان ده وريحته حلوة وهادي ورايق، فنفسيتنا بترتاح كده واحنا بنشوفه، فبنروح في الرايحة والجاية يعني ايه بنروح نبص عليه وكده، فنفسيتنا بتهدى كده وبنبقى فرحانين. وفي الاخر خالص عملت لي بقى طبق كده لذيذ من البليلة، فكانت خطيرة كده وجميلة جدا. ان شاء الله كده يعني لازم تجربوا الطريقة دي علشان ان شاء الله تعجبكم. والبليلة الباقية طبعا كنت سايبة يعني بليلة طبعا اللي عايز ياكل وكده تمام. والباقي يا بنات حطيته في علب بالشكل ده وحطيته في الفريزر. طبعا حابة بقى ان انت تفطري منه طلعي منه في اي وقت، فتبقى موجودة عندك جاهزة يا دوبك على التسخين وبس. وده كده يا بنات الطقم السرير الكبير بعد ما خلصته. بصوا بقى الشياكة والالوان بتاعته الهادية الجميلة. بس فما شاء الله كان حلو كده، وكمان الخامة بتاعته حلوة. وبس كده يا بنات اكون خلصت معاكم الروتين. يا رب كده يكون فيديو خفيف ولطيف عليكم. وما تنسيش حبيبة قلبي لايك للفيديو لو عجبك، وكمان الاشتراك وتفعيل الجرس علشان تنوريني وتشرفيني بوجودك وتبقي اخت من اخواتي. اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.